السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه بتحتاري في أكل كل يوم، فالنهاردة معايا فيديو جديد لمنيو أكلات الأسبوع، علشان لا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. كل الوصفات حلوة جدا، هتعجبك إن شاء الله. بس قبل ما أبدأ، ما تنسيش تحطي اللايك يا ست الكل، وتشرفيني باشتراكك لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف الوصفة الأولى عبارة عن إيه. هقولك إزاي تعملي البطة الحلوة المتحمرة ديت، ومحشي كرنب، بس مش أي محشي، بنفس حلاوة ولذاذة محشي الرز. بس هنستبدل الرز بحاجة تانية طعمه رهيب بجد. أول حاجة هسلق البطة. معايا هنا بطة متنضفة ومغسولة كويس جدا في مية فيها خل ودقيق وملح، وبسيبها منقوعة فيها لمدة نص ساعة. بغسلها كويس جدا بالمية، وبرجع أنقعها مرة تانية في مية بليمون لمدة نص ساعة كمان، بتبقى نضيفة وزي الفل. وبعمل لها مرتة عبارة عن بصلتين كبار متقطعين شرايح رفيعة، بدعكهم بشوية ملح وفلفل أسمر، وبحشي بيهم بطن البطة، وبقفل على الحشوة كويس جدا. وفي حلة فيها مية بتغلي، بنزل بالبطة الأول وبسيبها تاخد غلوة واحدة، وبشيل أي ريم بيظهر على الوش، وبضيف المطيبات عبارة عن بصل وطماطم وجزر، ورق لورا وحبهان وفلفل أسمر، وبغطي عليها وبسيبها تستوي براحتها على نار متوسطة. ومش بضيف الملح غير في الآخر بعد ما تدخل في التسوية. وبعد ما البطة استوت 3/4 سوا، بضيف الملح وبظبطه وبسيبها تكمل السوا بتاعها. ومعايا هنا معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، بضيف عليها رشة ملح وفلفل أسمر وشوية زيت، بقلبهم مع بعض، وبدهن البطة كويس جدا من جميع الاتجاهات، وبدخلها الفرن تحت الشواية لحد لما تحمر. وتعالوا نعمل مع بعض خلطة المحشي الجبارة اللي فعلا ريحتها هتجيب من آخر الشارع. في حلة على النار هضيف فيها معلقتين كبار سمنة بلدي وشوية زيت. هشوح بصلتين كبار مفرومين خشن لحد لما ياخد لون ذهبي. وهضيف بعد كده معلقة كبيرة صلصة طماطم، ومعلقة كبيرة هريسة فلفل حلو، هديهم تشويحة الأول مع البصل. وهضيف نص كيلو طماطم معصورة. والبهارات عبارة عن معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسمر، الكمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، 7 بهارات، معلقة كبيرة ملح، ورشة شطة صغيرة، ونص معلقة صغيرة سكر علشان تعادل حموضة الطماطم. هقلبهم مع بعض وهسيبها لحد لما تتسبك. ومعايا بصلة مفرومة خشن، بدعكها بشوية ملح وفلفل أسمر. الخطوة دي بتفرق قوي في طعم المحشي. وبضيف خضرة المحشي عبارة عن شبت وكزبرة خضراء وبقدونس مفرومين ناعم. وتعالوا بقى نستبدل الرز بكوبايتين من البرغل المغسول والمتصفي. أحلى محشي ممكن تعملوه بالبرغل، بجد طعمه رهيب، وكمان البرغل صحي وأفيد من الرز. هقلبهم مع بعض، وهضيف التسبيكة الحلوة ورشة نعناع ناشف، وهقلب كله في قلب بعضه كويس جدا.
والحلة اللي بعمل فيها التسبيكة هي اللي بحشي فيها، ببطنها بعيدان الخضرة، بتدي ريحة حلوة قوي للمحشي. وده كان كرنب عندي في الفريزر، هحشيه بالخلطة الحلوة دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وانا بحب احشي في حلة المحشي فلفلتين، بيدوا طعم وريحة في منتهى الجمال. ومعايا هنا شوية شوربة من شوربة البطة، بضيف عليها معلقة صغيرة صلصة طماطم ومعلقة صغيرة سمنة، والشوربة بتغلي بنزل بيها على المحشي وبهز الحلة علشان اتأكد ان الشوربة نزلت لتحت، وبحط طبق على الوش علشان لما الشوربة تغلي المحشي ما يفكش اثناء الغليان، وبسيبه على نار عالية لحد لما يشرب الشوربة، وبعدين بهدي النار وبسيبه يستوي براحته على نار هادية. شايفين بقى البطاية الحلوة المتحمرة دي؟ مش هقدر اقول لكم على جمالها، تحفة بجد. ولا المحشي وجماله، محشي البرغل من احلى المحاشي اللي ممكن تعملوها، طعمه بياخد العقل. الوصفة التانية معايا أكلة سهلة وبسيطة، وفي نص ساعة هنحضر الأكل بتاعنا وطعمه خطير بجد. هعمل صينية فراخ مشوية ودايبة بطريقة جميلة جدا. في الأول هحضر التتبيلة. في الكبة هفرم بصلة كبيرة مع طماطمياية مع فص توم وفلفلة خضرة ومعلقة كبيرة صلصة طماطم علشان تعزز اللون معايا. هفرمهم مع بعض كويس قوي وتقدري تبشريهم بالمبشرة. وهحط التتبيلة في طبق وهضيف عليها معلقتين كبار زيت، هيدي لمعة حلوة قوي للفراخ، مع معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسمر، السبع بهارات، بابريكا ورشة قرفة وعصير ليمونة ومعلقة كبيرة خل، وهقلبهم مع بعض. وبكده التتبيلة بتكون معايا جاهزة. وهاخد من التتبيلة معلقة كبيرة وهحطها في طبق على جنب علشان هستخدمها بعدين. معايا هنا فرخة متنضفة ومغسولة كويس جدا، قطعتها كده على 4 قطع، وهعمل لها فتحات بالشكل ده علشان التتبيلة تدخل في اللحم. وهتبلها كويس جدا بالتتبيلة، وهحط التتبيلة في الفتحات اللي عملتها لها وتحت الجلد، وهغطيها وهسيبها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة علشان تشرب من التتبيلة ويبقى طعمها أحلى. ولو انتي مستعجلة تقدري تشتغلي بيها على طول، أو على الأقل سيبيها لمدة نص ساعة في التتبيلة. قطعت هنا شرايح بصل وبطاطس وفلفل أخضر،
وفي الأول هضيف في الصينية البصل وهدعكه بشوية ملح وفلفل أسمر. الخطوة دي بتدي صينية البطاطس طعم في منتهى الجمال. وهضيف حلقات البطاطس، أنا مقطعها كده حلقات متوسطة، والفلفل الأخضر، وهتبلهم بمعلقة التتبيلة اللي كنت خدتها من تتبيلة الفراخ. هقلبهم مع بعض. وهنا تقدري تحطي حلقات كوسة أو جزر أو تحطي بسلة اللي انت عايزاه. وهرص على الوش قطع الفراخ. وتعالوا نحضر الصوص اللي هنسقي بيه الصينية وهيسويها. معايا هنا عصير طماطميتين، هضيف عليهم نص كوباية مية مع معلقة صغيرة من مرقة الدجاج ومعلقة كبيرة صلصة طماطم. هقلبهم مع بعض وهنسقي بيها الصينية. وطبعا لسه الخضار والفراخ هينزلوا السوائل اللي موجودة فيهم. وهغطي الصينية بورقة زبدة وورقة فويل وهقفل عليها كويس جدا علشان البخار يسوي الفراخ كويس. وهتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 200. أول ما الفراخ تستوي هشيل ورق الفويل والزبدة وهقفل الفرن من تحت وهشغل الشواية تاخد لون من فوق. هعمل دلوقتي رز أبيض بالشعرية جنب صينية البطاطس بالفراخ. في حلة على النار هضيف فيها شوية زيت ومعلقة صغيرة سمنة، وهحمر نص كوباية شعرية لحد لما تاخد لون دهبي. هضيف كوبايتين من الرز المغسول والمنقوع لمدة ربع ساعة. هديله تشويحة مع الشعرية مع معلقة صغيرة من الملح، وهنزل بمقدار المية المغلية وهقلبهم. وهسيب الرز على نار عالية لحد لما يشرب المية، وبعدين ههدي النار وهسيبه يستوي براحته على نار هادية. شايفين الرز وجماله مستوي ومفلفل جميل جدا ما شاء الله. الله الله على الجمال. الفراخ مستوية والتتبيلة روعة وداخلة في لحم الفراخ رهيبة بجد. والبطاطس ماسكة نفسها مش مهرية. صينية بطاطس بطعم وريحة ولون في منتهى الجمال. جربوها بالطريقة دي، متأكدة إنها هتعجبكم جدا بإذن الله. الوصفة اللي معايا بعد كده حلوة قوي. هقولك ازاي تعملي السمك بأحلى وأطعم تتبيلة من غير لا تقليه ولا تشويه، وكمان بأقل نسبة دهون وصحي جدا. أول حاجة هحضر التتبيلة. في الكبة هفرم توم مع فلفل أخضر وأحمر وعصير ليمونتين، وهضيف التوابل معلقة كبيرة ملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون، الكزبرة الناشفة، البابريكا. هفرمهم مع بعض كويس جدا. وطبعا الكمية على حسب كمية السمك اللي انت هتعمليه. ومعايا هنا سمك متنضف ومغسول كويس جدا ونقعته في مية وعصير ليمون لمدة 10 دقايق. وهتبل السمك بالتتبيلة الحلوة ديت، ريحتها في منتهى الجمال. هتبل السمك من جوه ومن بره
وهسيبه شوية على جنب يشرب من التتبيلة لحد لما احضر الصينية. وفي صينية هضيف فيها فلفل ألوان وطماطم وبصل متقطعين شرايح رفيعة وشوية بقدونس مفرومين، وهتبلهم برشة ملح وكمون وكزبرة ناشفة وباقي تتبيلة السمك علشان تطعم معايا الخضار، ومعلقة صغيرة صلصة طماطم، وهدعك الخضار بالتتبيلة ديت كويس جدا. وهفرد جزء من الخضار في صينية الفرن وهرص السمك على الخضار، وكل ما تزودي الخضار بيبقى طعمه حلو قوي في صينية السمك. وباقي الخلطة هضيفها على وش السمك، وفي نفس الوقت بدعك وش السمك بيه علشان احنا ضفناله معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، فهيدي لون حلو قوي للسمك. وبزين السمك بشرايح من الليمون، وهضيف كمان معلقتين من زيت الزيتون على الوش. وانا مش بضيف لصينية السمك ولا نقطة مية، ولا بغطيها بورق فويل خالص، لان السمك بيستوي بسرعة وهيدخل فرن ساخن مسبقا لحد لما يستوي وكمان ياخد لون حلو. الله الله على الجمال، شكله وريحته بيتكلم عن نفسه. لحم السمك ابيض ودايب دوبان، وطعم الخضار رهيب بجد، وريحة الصينية نفسها قلبت المكان كله، ما شاء الله تبارك الرحمن. احلى صينية سمك ممكن تعملوها في حياتكم. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهتعجب الأولاد والكبار جدا، وطعمها يجنن، وقوامها أسفنج وهش وخفيفة ما شاء الله. في بولة هضرب 2 بيضة مع كيس فانيليا وكوباية الا ربع سكر، هضربهم مع بعض كويس بالمضرب اليدوي. وهضيف عليهم كوباية الا ربع حليب ونص كوباية زيت، وهستمر في الخفق. وبعد كده هضيف كوباية كبيرة من الدقيق المنخول مع معلقتين كبار كاكاو ورشة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وهضرب كويس لحد لما يختفي الدقيق ويبقى القوام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولازم ننخل المواد الجافة على المواد السائلة علشان لو الدقيق والكاكاو فيهم شوية تكتلات. وهضيف في الآخر شوية من حبيبات الشوكولاتة وهقلب. وهصب الخليط في قوالب الكب كيك. دي صينية كب كيك مبطناها بالأوراق الخاصة بتاعة الكب كيك، وهملى الكبات
3/4 بالظبط من العجينة. وهخبط الصينية خبطتين، وهزين كل واحدة من على الوش بحبيبات الشوكولاتة، وهتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. شايفين شكل الكب كيك جميل قد ايه؟ الكيك هش ورطب وناعم وطعمه غني بالشوكولاتة في منتهى الجمال. تقدروا تدوه لأولادكم في المدرسة أو تعملوه في أعياد الميلاد، روعة بجد. الوصفة اللي معايا بعد كده أكلة حلوة قوي هتاكلوا صوابعكم وراها. هقولك ازاي تعملي المسقعة بطريقة حلوة وكمان صحية من غير قلي ولا زيت كتير. معايا هنا كمية من البتنجان غسلته كويس جدا، وبقشر جزء من القشرة السوداء وبسيب جزء، وبقطعه شرايح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبرصه في صينية الفرن، وبدهن كل واحدة بزيت الزيتون من على الجهتين، وبيدخل فرن ساخن مسبقا لحد لما يتحمر مع التقليب كل شوية علشان يتحمر من الجهتين. طريقة حلوة قوي وكمان صحية. وبنفس الطريقة بعمل الفلفل، بغسله وبقطعه وبشيل منه البذر وبحمره بنفس الطريقة. وفي حلة على النار بضيف فيها معلقتين كبار من زيت الزيتون، وبشوح بصلة كبيرة مفرومة خشن لحد لما تصفر. بضيف نص كيلو لحمة مفرومة، وبقلب فيها لحد لما تغير لونها وتتفتت من بعضها. وبتبلها بنص معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسمر، السبع بهارات، ومعلقة صغيرة ثوم مفروم، وبضيف معلقتين كبار صلصة طماطم مع كوباية عصير طماطم ورشة سكر. وبزود نص كوباية مية وبقلبهم مع بعض وبغطي عليها وبسيبها لحد لما تتسبك. وتعالوا نركب مع بعض صينية المسقعة. برص أول طبقة بتنجان، وبضيف عليها نص كمية الصوص أو صلصة الطماطم باللحمة المفرومة،
وبعدين بضيف طبقة من الفلفل الأخضر وطبقة من البتنجان، وبضيف باقي كمية الصلصة باللحمة المفرومة، وهرص بعد كده آخر طبقة من البتنجان، وهزين الصينية بشرايح من الفلفل الأخضر وطماطم شيري، وبتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 لحد لما تاخد وتدي وتشرب كلها من بعضها. شايفين قد ايه جميلة؟ روعة ما شاء الله تبارك الرحمن. قدميها مع رز او عيش زي ما انت عايزة. طعمها وريحتها في منتهى الجمال، جربوها بنفس الطريقة، متأكدة انها هتعجبكم جدا بإذن الله. الوصفة اللي هشاركها معاكم بعد كده وصفة السمبوسة، هعملها معاكم بكام حشوة مختلفة ومميزة، ومش هتشبعوا أكل منها خالص. حاجة كده هتشرفك على سفرتك وهتعجب كل اللي هيدوقها إن شاء الله. الحشوة الأولى معايا وهي حشوة اللحمة المفرومة. في طاسة على النار هضيف فيها نص كيلو لحمة مفرومة، وهشوحها الأول بدون إضافة أي مواد دهنية، وهفتت اللحمة كويس جدا الأول. وأول ما تغير لونها هضيف بصلة مفرومة وفص توم مفروم، والبهارات نص معلقة صغيرة من السكر، القرفة، الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الملح، الكمون، الكزبرة الناشفة، وهقلبهم مع بعض وهسيبها على النار لحد لما تنشف من كل السوائل اللي موجودة فيها. وبعد كده هرفعها من على النار وهسيبها تبرد تماما. وفي الآخر هضيف عصير نص ليمونة، بتفرق قوي في طعم حشوة السمبوسة، وشوية بقدونس مفرومين، وبكده حشوة اللحمة المفرومة جاهزة معايا. الحشوة التانية هي حشوة السمبوسة الهندية بالبطاطس، جميلة جدا وكمان اقتصادية. في طاسة على النار هضيف فيها معلقتين كبار زيت، وهشوح بصلة متوسطة مفرومة خشن مع معلقة صغيرة من الثوم المفروم مع الجنزبيل، هديهم تشويحة مع بعض. وهضيف البهارات، معلقة صغيرة من الكركم، الملح، الكاري، فلفل أسمر وكمون، ونص كوباية بسلة مجمدة مع ربع كوباية مية دافية عشان البسلة تستوي شوية. وهضيف 3 حبات بطاطس مسلوقين ومهروسين، هشوحهم كلهم مع بعض. وهرفعها من على النار وهضيف في الآخر ربع كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة. الحشوة التالتة وهي حشوة الجبن، عبارة عن جبنة كريمي، تقدري تستعملي أي نوع جبنة انتي بتحبيه. هضيف عليها جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر مع معلقة صغيرة بقدونس مجفف وأوريجانو، هقلبهم مع بعض. وبكده حشوة الجبن معايا جاهزة. الحشوة الأخيرة وهي حشوة شاورمة الفراخ، معايا هنا نص كيلو صدور فراخ
متنضفة ومغسولة كويس جدا ومقطعاها مكعبات صغيرة بالشكل ده. هضيف عليها بصلة متوسطة مفرومة ناعم مع ربع كوباية زيت وربع كوباية زبادي وعصير ليمونة ومعلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة كاتشب مع معلقة صغيرة من الملح، الثوم البودر، الجنزبيل، بابريكا، كزبرة ناشفة. هقلبهم مع بعض وهسيبها على جنب لمدة نص ساعة علشان تشرب من التتبيلة ويكون طعمها أحلى. وفي طاسة سخنة على النار هنزل بالشاورما وهقلبها وهسيبها على النار لحد لما تنشف من كل السوائل اللي موجودة فيها، وهرفعها من على النار وهسيبها تبرد تماما. وفي الآخر هضيف عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا. وبكده الحشوات بتكون كلها جاهزة معايا. وفي طبق فيه معلقتين كبار من الدقيق هضيف عليهم شوية مية بشوية لحد لما نوصل للقوام ده. وبكده خليط اللزق بيكون كمان معايا جاهز. ومعايا هنا السمبوسة، هاخد ورقة من أوراق السمبوسة وأغطي باقي الأوراق بفوطة نظيفة علشان ما تنشفش مني. بطبقها كده على شكل مثلث وبرجع أطبقها على الناحية التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبحشيها بالحشوة وبقفل المثلث، والجزء الأخير بقفله بخليط اللزق وبدخله كده لجوه أو بلزقه من بره عادي. وبكرر بنفس الطريقة لحد لما أخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت خالص. وبعد ما حشيت الكمية اللي معايا من السمبوسة هقلي شوية علشان تشوفوا شكلها ايه، والباقي بحطه في صينية وبدخله الفريزر يمسك شوية. وبعدين باخد كل مجموعة وبحطها في كيس من اكياس التلاجة، ولما بعوز بطلع على طول وبقلي. بقليها في زيت ساخن على نار متوسطة لحد لما تاخد اللون الذهبي. جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، والحشوة في قلبها في منتهى الجمال. جربوا الحشوات دي هتعجبكم جدا بإذن الله. الوصفة الأخيرة معايا وصفة غدا حلوة قوي بخلطة خطيرة وطعمها رهيب بجد. وبنص كيلو صدور فراخ هتعملي أكلة سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت نهائي. أول حاجة هحضر تتبيلة روعة لصدور الفراخ. في بولة هضيف معلقة صغيرة من البصل البودر، توم بودر، 7 بهارات، فلفل أسمر وزعتر وبابريكا وكاري وملح، مع معلقة كبيرة كاتشب ومعلقة كبيرة هريسة فلفل حلو وربع كوباية زيت وربع كوباية خل، وهقلبهم مع بعض. ومعايا هنا نص كيلو صدور فراخ متنضفة ومغسولة كويس جدا ومقطعاها مكعبات بالشكل ده، وهحطها في التتبيلة وهقلبها كويس وهسيبها لمدة ليلة كاملة تشرب من التتبيلة علشان طعمها يبقى أحلى. لو انتي مستعجلة سيبيها على الأقل لمدة نص ساعة. ومعايا هنا بطاطس الكمية زي ما انت عايزة، قشرتها وغسلتها وقطعتها مكعبات متوسطة الحجم، وهقليها في زيت ساخن على نار متوسطة لحد لما تاخد لون ذهبي. وهطلعها من الزيت وهصفيها كويس جدا على مصفى او مناديل مطبخ علشان اتخلص من الزيت الزيادة. وفي طاسة فيها معلقتين كبار من الزيت هنزل بصدور الفراخ المتبلة، والنار تكون عالية
علشان مش عايزاها تنزل ميتها. هشوحها كويس وهسيبها تستوي، وبعد كده هرفعها من على النار. وفي نفس الطاسة هشوح معلقة كبيرة توم مفروم، وهطشها بربع كوباية خل، وهضيف 2 حبة فلفل و2 طماطم متقطعين مكعبات صغيرة، مع شوية ملح و7 بهارات. وهنزل بالبطاطس المتحمرة وهقلبها. وهضيف في الآخر قطع صدور الفراخ، وهقلب كله في قلب بعضه، وبجد الريحة هنا تحفة. خلاص كده رفعتها من على النار، وهضيف عليها بصلة متقطعة شرايح رفيعة، ورشة كزبرة خضراء مفرومة بتديها طعم حلو قوي. ومعايا هنا فحمة حطاها في ورقة فويل، وهضيف عليها معلقة كبيرة سمنة، وهغطي عليها علشان تديني ريحة الشوي الحلوة. وهقدمها في طبق التقديم مع عيش روعة بجد. الفراخ مع البطاطس مع الخلطة جبارة ما شاء الله، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. وبكده بيكون المنيو انتهى. بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسونيش بالله عليكم باللايك والشير والاشتراك في القناة ماما نورة شانل. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.